غيرت المطبخ بتاعي 180 درجة من الاستيكر اللي كان محطوط، وحطيت استيكر جديد. بس هوريكم ايه الخطوات اللي انا استخدمتها، وازاي شلت الاستيكر اللي كان لازق بصعوبة جدا، وشلته ازاي من غير ما استخدم ادوات حادة وبوظت ولا جرح الرخامة بتاعتي. الرخامة اللي انا حطيت الاستيكر عليها انا اللي كنت عاملاها قبل كده، وموجود فيديو على القناة لو حبيتوا تشوفوه. وش ده منظر البوتاجاز بتاعي بعد العاصفة الترابية. فانا حبيت ان انا انضفه عشان يفتح نفسي لتاني يوم، بما ان الواحد بقى بعد ما حط الاستيكر كمان كان تعبان جدا. فابتديت ان انا اشيل الاستيكر ابتداء من الصبح. يعني انا وزعت ترتيب وتنظيف المطبخ كامل يوم كامل، يعني ما خدتوش في ساعة او اتنين، لا عملته على يوم كامل. الصبح الاول ابتديت ان انا اشيل الاستيكر، بعد كده ريحت شوية وصليت الظهر، وبعد كده ابتديت ان انا اطلع حاجات للفطار، وابتديت ان انا اشيل الباقي. زي ما انتم شايفين انا جايبة سكينة خفيفة جدا ان انا اشيل الاستيكر. كان في جزء صعب ولازق جدا ومثبت، حسيت ان انا كل ما اكحت كده واحرك السكينه ان انا هجرح في الرخامه. الاستيكر الحراري اللي انتوا شايفينه اللي انا بشيله في جزء شفاف منه وهو مثبت قوي في الرخامه، فانا شلته بعد كده بالليفه الخشنه. لكن الاستيكر كمان اللي على السيراميك اللي في ظهر الرخامه قررت ان انا اشيله، لان كان متجمع عليه دهون وكان بقاله اكتر من سنه. فانا حبيت ان انا اجدد المطبخ بتاعي بشكل جديد، غير كمان ارجع لشكل السيراميك تاني عشان انضفه على طول من غير ما احط حتى عليه ستيكر ولا ستريتش رول في الجزء دوت، لان هو قريب للبوتاجاز لكن مش بيتوسخ بسهوله زي السيراميك اللي جنب البوتاجاز. فازاي اشيل بقى الطبقه الشفافه من الاستيكر الحراري؟ الاستيكر الحراري بيستحمل اي حاجه سخنه، لكن بالسهل ان هو يتقطع معاكي بسهوله، فانا حافظ عليه. وبعد ما شيلته قررت ان انا هجرب حاجه، ان انا احط شويه زيت. حطيت شويه زيت، حسيت ان لا بيتزحلق اكتر. غير كمان رشيت شويه من الكربوناتو هتسهل معاكي ان هو يشيل. بس بالسكينه، السكينه مش هتجرح في الرخامه وتحافظ لك عليها، مش هتخربش فيها، وفي نفس الوقت هتشيل معاكي الاستيكر، بس ايه، واحده واحده هتاخد منك وقت. بعد ساعه ساعتين كده بعد ما حضرت حاجات الفطار، جبت كمان شويه بريل ونزلته على الرخامه، وابتديت افرك بالليفه اللي انتوا شايفينها الخشنه. ده هتشيل الطبقه الشفافه اللي متبته في الرخامه قوي. نضفتها كويس كمان، غير نضفت السيراميك اللي ورا الرخامه، غير ما نزلتش بقى لتحت. يعني انا نضفت الجزء دوت بس اللي انا شايفاه، والجزء من السيراميك. وجبت فوطه جففتها كويس جدا، لان الستيكر بتاعنا مش هيلزق الا على رخامه تكون جافه. نخفف على نفسنا التنظيف وما نضغطش على نفسنا، بالذات ان انا واقفه المطبخ اكتر من ساعه بحس ان رجلي وجعاني جدا. فعشان اخفف على نفسي عملت ساعه الصبح، وعملت الستيكر على مرحلتين مش مره واحده. بعد ساعه ريحت شويه ونضفت اوضتي، وبعدين دخلت شلت بقيه الستيكر. وبعد ساعة كمان بعد العصر، وبعد ما طلعت حاجات بتاعة الفطار، ابتديت انضف السيراميك هنا. خدته على كذا مرحلة عشان اخفف على نفسي وكلنا زي بعض في الزهق من التنظيف وترتيب البيت، وان احنا نوضب الحاجة. كلنا بنزهق بسرعة، يعني بيبقى عندنا شغف وقدرة ان احنا ننظف، وفجأة ما الاقي الحاجات اتراكمت عليها وبقت كتير بنزهق بسرعة. في يوم العفرة والعاصفة لو ما عندكيش بقى طاقة وان انت تعملي اي حاجة، المناديل المبللة ممكن تساعدك في الموضوع ده جدا، ان انت تنظفي اي مكان فيه تراب. لو ما عندكيش ملمع ازاز او ملمع خشب، تقدري تستخدمي الوايبس في تنظيف الاماكن اللي وصل لها تراب. انا بحب المع بيه الازاز بتاع السفره، وكمان الاستانلس بتاع البوتاجاز. عملت بقى فنجان قهوه بعد الفطار، وسبت الرخامه زي ما انتم شايفين، وعملت الفطار عادي جدا. وبعد كده دخلت بعد ما نشفت خالص، جبت الاستيكر، واهم حاجه فنجان القهوه عشان نبقى رايقين. ما نلزقش الاستيكر الا واحنا رايقين. لو انت مش رايقه وحاسه ان انت متعصبه، هتلاقي الاستيكر مش هيلزق، وهتلاقي فيه حاجات طلعت فيه كده وتعقد. فعشان نبقى هادين ونبتدي نلزقه، شلت طبعا اللزق بتاعه او الشفاف بتاعه اللي كان موجود عليه، وابتديت خدت المقاسات اللي انا هقطع بيها الرخامه. فاول حاجه قطعت جزء كبير، وهقطع بعد كده جزء تاني كبير. بس خدت المقاسات، وازود من ورا وازود من الجناب، او لو مش هتعملي الجناب طبعا بتاخدي المقاس بالزياده، عشان بعد كده ما نفضلش نلزق حاجات صغيره. معايا بقى سفنجه زي ما انتم شايفين، او مثلا كارت او مسطره، اي حاجه تستخدميها تفرغي بيها الهواء. طبعا السفنجه هنا بضغط عليها بالراحه جدا، ما بضغطش جامد، وابتديت افرغ الهواء واحرك الجزء الناشف او الجزء اللي تحت. زي ما انتم في جزء تحت كده في الستيكر، ان انا بحركه واحده واحده، بس باخد الموضوع واحده واحده، ما بعملهوش مره واحده. الرخامه نفسها طبعا خدتها قدام كمان عشان اقدر اتحكم فيها. ده هيسهل عليا ان انا الزق الستيكر واخلصه بهدوء، وافرغ الهواء منه كمان بهدوء. مش هتعصب بقى عليه، لان لو اتعصبنا واستعجلنا
هنلاقي فيه حاجات طلعت غلطات كتيره. خطوه في تركيب الاستيكر وان انا احافظ عليه، ان انا احط عليه فوط، احط عليه قطاعات ان تتحرك عليه. لو انا بالذات الرخامه ديت انا بستخدمها في تحضير الاكل، فبحط عليه فوطه من الفوط الصفراء، وبحط القطاعات السيليكون او اللي موجوده عندي البلاستيك، عشان ولادي ما يتحركوش على الرخامه كتير. هنا انا وصلت لاخر القطعه، وابتديت ان انا افرغ الهواء واقدر ان انا احركه كمان بسهوله. وباخد تفريغ الهواء جزء جزء، ما بفرغش مره واحده. يعني انتوا زي ما انتوا شايفين انا هشيل الاستيكر دلوقتي، لان حسيت ان في لخبطه في الجزء ده زياده. يعني ان اكتر جزء طبعا انا بقف عليه في الرخامه، بما ان انا الرخامه عندي في المطبخ مش واحده بس، اتنين. يعني الرخامه ديت وفي رخامه تانية حاطه عليه طبعا البرطمانات بتاعه الرز والبهارات بتاعتي والملح والكمون والحاجات ديت. فكل اللي انا عملته خلصت الرخامه ديت، وبعد كده هخلص الرخامه التانية. هياخد منك وقت، لكن هتبقي مبسوطة بالنتيجة جدا. وافتكري تملي ان انت بتجددي وبتعملي حاجة ليكي انت. احنا اكتر حاجة بنقف في المطبخ وبنتعب وعايزين طول الوقت نجدد في المطبخ، بس ما تأثرش على الميزانية، وفي نفس الوقت ما لاقيش نفسي دافعة مبلغ كبير. فكل اللي انا عملته جبت الاستيكر اللي انتوا شايفينه، والاستيكر ده كان ب75 جنيه، وبيختلف من مكان للتاني، وهو استيكر حراري. وانا كنت خلصت الجزء اللي انتوا شايفينه ده، وهقطع قطعة تانية زيها وهلزقها بقى عشان يبقوا الاتنين مكملين لبعض. والزق كمان الحروف بتاعتها، ابتديت اقطع على قد الاجزاء ديت، وافرغ الجزء اللي انتوا شايفينه اللي مش بيلزق دوت. وخلصت طبعا واحده واحده وبهدوء وبالسفنجه معايا كمان بحط جزء من الاستيكر على الضرفه الرخامه بتاعتي ديت اللي انا بستخدم فيها بالتقطيع، وولادي طبعا بيستخدموها، فلازم احط على الضرفه من تحت. وفرغت كمان وعملت الجزء التاني، وكده انا خلصت الرخامه الاولانيه. تعالوا نشوف كمان الرخامة التانية، وكان شكلها حلو جدا. وحطيت كمان البرطمانات بتاعت السكر والشاي والقهوة، وحطيت القطاعات والفوط عليها، فكان شكلها لطيف جدا، وكنت مبسوطة جدا ان انا عملت حاجة. ريحت بقى شوية وقعدت اتفرج على شوية فيديوهات، وبعد كده قررت ان انا اعمل الرخامة التانية عشان اخلص من الرخامتين، لان دولت لو قعدت اكسل مش هعملهم. يعني هفضل ان انا اكسل يوم ورا يوم. فكل اللي انا عملته هشيل الاستيكر، وطبعا لما نعمل كده مش هتتشال الحاجة بسهولة، لازم نتعب شوية، وخد مني وقت طبعا. الرخامة ديت انا عملتها من مدة، وموجود الفيديو على القناة، وهحطه في تعليق مثبت. وخدت مني وقت طبعا، وشالت شوية من البياض، لكن بقاله مدة، بقاله 3 سنين اللي انا عملته على الرخامة نفسها. تعالوا اوريكم الستيكر اللي انا هلزقه نفس لون الالوان اللي انا عملتها. كنت عاملاها بلاكيه اسود، وعامله لاكيه ابيض عليه خطوط بعصايه الشيش طاووق. هحطه لكم في تعليق مثبت تحت الفيديو. وجبت شويه صابون سائل مركز، ما حطيتش عليه ميه، وابتديت بالاسبونشه الجزء بتاعها الخشن انضف الرخامه نفسها، وانضف كمان السيراميك اللي موجود ورا الرخامه. ما نزلتش بقى لتحت، بس نضفت الجزء ده بس. بعد ما تشيلي الاستيكر هتحسي ان الرخامه خلاص كده نطفت، بس اهم حاجه ان احنا نسيبها ناشفه. يعني نسيبها مثلا نص ساعه، نروح نعمل اي حاجه تانية لغايه ما تنشف تماما. فانا عشان اخلص بسرعه طبعا جبت فوطه تكون مبلوله شويه، ولميت الرغوه دي كلها. وبعد كده جبت فوطه صفرة تكون جافه خالص، وامتص الميه اكتر، واجيب فوطه تانية وامتص الميه لغايه اما احس ان هي ناشفه خالص، عشان الاستيكر يلزق ويتبت عليها. لان لو في حبه ميه الاستيكر مش هيلزق، هيفضل بقى يتشال معايا ويضايقني شويه. فانا كده بعد ما جففته خالص جبت بقيه الرول بتاع الاستيكر، وشلت الجزء الزياده اللي انا كنت قصاه. وبفرغ بنفس الطريقه برضو، وبحط السبونشة معايا اللي انتوا شايفينها، وزي ما قلنا بكارت ممكن او مسطره او كراسه تكون ناشفه شويه. ولزقت جزء كبير، بصوا الشبه قريب، بس الابيض اللي انا كنت حاطاه كان اكتر في اللاكيه الابيض. فانا لزقته كويس وزودت هنا، لان الرخامه دي برضو طلعتها لقدام شويه. والجزء التاني من الرخامه ابتديت برضو افرغ الهواء كويس جدا، واطلع الحروف بتاعتها. انا هنا كنت مزوده اكتر، فعشان انزل تحت الرخامه، لان انا دي خفيفه وصغيره اقدر ان انا اشيلها واحركها بسهوله. هنا كنت خلصت الرخامه، وابتديت بقى هنضف البرطمانات عشان ارجعها. بما ان انا مش هاخدها على الحوض اغسلها، فحطيت شويه صابون سائل وخل، وهحط كمان مع تقريبا نص معلقه كربوناتو او بيكنج باودر المتوفر عندك. والخل بتاعك لو ضعيف هتبقى الرغوه مش قويه قوي. فانا ابتديت ان انا اربهم كويس بالمعلقه. هتعمل رغوة وفوم كده، ده هينضف معاكي اي حاجة، سيراميك، ارضيات، عايزة تنضفي التلاجة، اي حاجة. بس نلبس بقى جوانتي عشان الخل ما ينشفش ايدينا.
بس انا بعد ما خلصت غسلت ايدي كويس جدا بالصابونه بعد ما خلصت كل التنظيف دوت، وابتديت ان انا احط مرطب على ايدي. لو ما لبسناش الجوانتي لازم نرطب ايدينا كويس جدا. نضفت الازايز ورجعتها، واي برطمان بقى انا بستخدمه. هنا انا بحط برطمانات الشعريه ولسان عصفور والبهارات والملح والكمون وكل الحاجات اللي انا بستخدمها، بس بحط جزء هنا وجزء في المطبخ تاني اللي فوقيه. كنت خلصت الرخامة هنا وكنت مبسوطة جدا وحاسة ان هي كأنها بتلمع. الرخامة استعدت للعيد واحنا لسه، فربنا يا رب يعيننا يا رب. طبعا بسبب العاصفة الترابية البوتاجاز بتاعي كان بالمنظر ده، مع اني كنت قافلة الشبابيك، بس كان بالمنظر التراب اللي انتوا شايفينه. وكان المطبخ والأرضية كل الناس طبعا كانت اتردمت، فاحنا الحمد لله طبعا. فانا جبت شويه صابون سائل على البوتاجاز، وابتديت بالاسبونشة اللي معايا الجزء الخشن منها وادعك العيون بتاعه البوتاجاز دهننا، لان انا ما نضفتش بعد التراب. يعني تاني يوم التراب حتى ما نضفتش، كسلت وسبتها يوم واتنين، فكان لازم ان انا انضفها عشان ما يتراكمش الدهون عليا، واحس ان في دهون انا مش قادره اشيلها، دهون عنيده. فكل اللي عملته حطيت شويه صابون سائل، وابتديت بالفوطه اللي معايا كان فيها ميه امتص كل الرغوه ديت. بعد كده جبت فوطه تانية عشان امتص الرغوه واجففها كويس. في منتج كان جاي لي هديه، فهو ملمع للخشب والالومنيا والستانلس وكمان المرايات، فانا حطيت شويه منه على الفوطه اللي معايا الجافه خالص، وابتديت المع الستانلس بتاع البوتاجاز من فوق بس. ممكن نستغنى عن الخطوه ديت، ان احنا نحط شويه زيت فاتح ملوش ريحه ونلمع الستانلس بتاعنا، هيلمع معانا وهيبقى زي الفل بكل سهوله. هو بيعمل طبقه حمايه على المكان اللي انت بتحطيه، سواء كان خشب او لموتال او مراية ازاز، اي كان اللي انت بتنضفيه. واشوفكم في فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله، تحدي جديد، وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد.